التزاما بوعد ميدو لمدرب دوان في القاهرة، الزمالك بيحقق أول فوز خارج الديار من سنتين، بيصعد لدور ال 32 لمواجهة صعبة جدا أمام كابوسكورب الأنجولي. إلى جماهير الكرة في العالم، في رحلة تشجيعك لناديك ممكن تمر بمواقف غريبة كتير، وقد تعتقد إن ناديك وحده بيمر بالظروف والمفارقات دي، وده مش صحيح، لأن في نادي في مصر اسمه الزمالك داس على وش المنطق ببوت، وبعدين كلوا قلمين ورجعوا بيتهم بشنطة هدومه. أنا السفير بيزعلي ماتشات، ولو كنا اتكينا عليه شوية كان نزل عمل لقاءات ما بعد المباراة. زملكاوي لا تكلمني. الزمالك بيبدأ اللقاء بعبد الواحد السيد في حراسة المرمى، قدامه 4-2-3-1، فتح الله وياسر إبراهيم قلبين دفاع، على يمينهم أحمد سمير، على شمالهم عبد الشافي، قدامهم محورين ارتكاز نور السيد وأحمد توفيق، قدامهم راس مثلث متأخر شوية مؤمن زكريا، على شمالهم بشيء من التحفظ إسلام عوض، على يمينهم بحرية هجومية أكبر عمر جابر، في الهجوم مهاجم صريح أحمد جعفر. نظرا لنقص الخبرة الأفريقية لدى أغلب عناصر الزمالك، ميدو ب5 لعيبة في نص الملعب اختار يكتف الشوط الأول ويمنع فيه الخطورة على مرمانا ولو على حساب الهجوم. شوط من الصبر انتظارا لاستخدام سلاح الردع في الشوط الثاني. على الجانب الآخر دوان كان خصم طيب قوي، وأثبت لميدو إنه ما كانش محتاج كل ده، وإننا كان ممكن نهاجم ونخلص ونخلص، لكن ميدو فضل صابر متمسك بخارطة الطريق منعا لأي مفاجآت قد تحدث في أي لحظة تبوظ الماتش. اختيار جعفر على حساب أحمد علي جاء تماشيا مع الخطة اللي احتاج فيها ميدو لمهاجم يكون محطة إنزال كرات لعمر ومؤمن وإسلام عوض. جعفر تميز في الدور ده جدا جدا مع حسام حسن بقدرته الكبيرة على التحجيز بجسمه والاحتفاظ بالكرة تحت ضغط واصطياد الكرات العالية وتوجيهها في شكل تمريرات لزمايله. للأسف مش عارف ايه اللي حصل لجعفر. أنا ما بقتش عايز من جعفر حاجات خارقة للعادة، أنا نفسي بس يعمل اللي هو نفسه كان بيعرف يعمله. لسوء أرضية الملعب والتوقعات بماتش بدني، قرر ميدو يضحي بالمهاريين اللي بيلعبوا على الأرض لحساب ناس أقوى بدنيا. مع ميدو الفرقة بتلعب وبتتغير والطريقة بتتشقلب، مش مجرد أسماء بتتصرف. مر الشوط الأول بالظبط زي ما رسم ميدو، باستثناء لقطتين خطرتين كان بطلهم الأول فتح الله. الأولى لما الواد جابه من قفاه والحكم ما حسبهاش، والتانية لما كان فتح الله هيجيبنا كلنا من قفانا لولا إنقاذ رائع من عبد الواحد السيد، اللي لولا تدخلاته الهائلة كان ممكن الماتش السهل يتوتر ويبوظ. برافو عبد الواحد السيد. في الشوط الثاني ومع إحساس ميدو بتنفيذ دوان لنص الملعب واللعب على الأرض وبناء الهجمة وكل كلام التنمية البشرية ده، وتفضيلهم اللعب الطويل المباشر في عمق دفاعاتنا، أصبحت الهجمة من التلت الأول للتلت الثالث دايركت. بالتالي أصبح وسط الملعب خارج الهجمة والضغط كله على قلبين الدفاع. قرر ميدو يضحي بلاعب وسط لحساب مدافع، وفعلا بخروج توفيق ونزول صلاح سليمان سيطر الزمالك بشكل أكبر على كل الكور الطولية. بعد 10 دقايق من الشوط الثاني كان ميعادنا مع سلاح الردع الزملكاوي. بخروج إسلام عوض ونزول حازم إمام تحولت الطريقة ل5-3-1-1، فتح الله وصلاح وياسر، على يمينهم سمير، على شمالهم عبد الشافي، قدامهم على الدايرة نور، على يمينه عمر جابر، على شماله مؤمن زكريا، قدامهم على اليمين بحرية حازم إمام، تحت المهاجم جعفر. وضح تماما اعتماد ميدو على تجميع اللعب في نص الملعب أو ناحية الشمال، ثم الباص المفاجئ لحازم ناحية اليمين لمفاجأة دفاعات الخصم. سوء مستوى حازم وفقدانه السهل للكورة أفسد المفاجأة دي كتير، إلا إنه في النهاية أخذ مشهد البطولة بجون الفوز. بعد لونج باص هايل كان وحشنا من نور، جعفر بيدوس على كورته، بيرفع عينه، بيشوف حازم اللي أكيد كان متوقع وجوده جنبه حسب التوقيت المحلي لخطة ميدو. جعفر بيحطها لحازم اللي بيخلص الليلة ويجري على ميدو اللي عمل سيليبريشن من القلب خلانا كلنا قلدناه قدام التلفزيون. نقط سريعة. الزمالك في الشوط الثاني بيهاجم أكتر في الوقت اللي بنلعب فيه بعدد مدافعين أكبر. القصة مش بالعدد، الزمالك مع ميدو مرن تكتيكيا وبيلعب بعدة طرق مختلفة حسب الماتش. أتمنى الكابتن حلمي طولان وهو بيحلل في قناة الأهلي يكون مستوعب عشان يعرف يشرح لهم. أفضل ماتش لنور الموسم ده من حيث الضغط والاستخلاص واللونج باص الشهير. ياسر إبراهيم بيصعبها على فتح الله وصلاح سليمان. هي اوريدي صعبة على فتح الله وصعبة علينا واحنا بنشوف فتح الله، بس ياسر بيصعبها أكتر. عبد الواحد السيد بيقدم موسم جيد جدا لغاية دلوقتي، قل أعوذ برب الفلق. احنا لسه في انتظار عمر الهداف. عمر، انت مش متخيل انت بالذات بحكم سرعتك وخفة حركتك
لو عرفت طريق الجون هتفرق معانا ازاي. لما بتعرف ان زملكاويه راحوا من مصر للنيجر ورا الزمالك عشان ما يبقاش لوحده، بتبقى خايف خوف اضافي عليهم، مرعوب من فكره رجوعهم زعلانين، ومع كل دعوه للزمالك بتدعي لهم يفرحوا. الفرحه دي بالدنيا وما فيها. في عز ما الزملكاويه متوترين وشعرهم واقف مستنيين الماتش، هناء حمزه عماله ترغي في اللائحه واللجنه الاولمبيه والمستشار مش عارف مين والكابتن مش عارف فين. لا لا الله يا وليه، بقول لك تعالى خلي عندها عليك دم. حتى واحنا بنتنافس لازم نكون موضوعيين وفير. هي الرياضه كده، ما فيهاش حاجه ابدا لما تتعلم من خصمك وتستفيد منه. انا عن نفسي اتعلمت مبدأ مهم جدا من ادارات النادي الاهلي على مر العصور. الاهلي ما بيغيرش مدربين في وسط الموسم مهما حصل. مدرب الاهلي لازم ياخد الفرصه للاخر للاخر، ونبقى يا جماعه للاخر. الكلام ده مش بكيفي، غصب عني انا ظروفي، عالمرار ما بقتش قادر، اسمي ايه ما بقتش فاكر. شفت والله العظيم انت نجم 100%. طب على طلع السيادة رافينا عليك.